السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم مشروع اللي بغات دير شي مشروع صغير من دارها ديال الكب كيك، كيجيو زوينين بزاف وتوكلوا على الله ان شاء الله. وهاد المشاريع يعني صغيرة سهلة ماشي متعبة، حتى الا كانت شي وحده خدامه شي خدمه اخرى تقدر تخدم حتى هذه. تابعوا معايا ان شاء الله المقادير. اول حاجه بالنسبه لهاد الكب كيك غادي نحتاج هنا كما شفتوا كاس مع مرش ديال الحليب، ونص غادي نعصر نص ليمه وغادي نخويها على هذاك الحليب، وغادي نخلطهم بالمعلقه كما غادي تشوفوا معايا، وغادي نخليهم حتى ان شاء الله نوجدوا الخليط ديال لي كاب كيك. المهم تبعوا معايا المقادير، هاد لي كاب كيك كيجيو زوينين بزاف، وان شاء الله غادي نقول لكم حتى الثمن باش تبيعوهم. وهادشي اللي كاين. كما قلت لكم هنايا كاس مع مرش ديال الحليب، ها هو الكاس مصور بالتدقيق. هنايا عندي هاد البول هذا غادي ندير فيه جوج ديال البيضات. المهم هاد الكيك هاد لي كاب كيك اقتصاديين وساهلين ماهلين، ما كياخدوش بزاف ديال الوقت وكيجيو رائعين. قبيصه ديال الملحه، وعندي هنا كاس ديال السكر حبيبات، وهنا معلقه صغيره ديال الفاني بودر. الا كان عندكم ديال هذيك ديال الساشي ديال السكر فاني ديروها. هنا غادي نخلطوا هاد المكونات هذه مع بعضياتها، ضروري غير بالضرب اليدوي، ما تجيبوا لا ضرب كهربائي لا والو. المهم خلطوا مزيان مزيان حتى كيذوب داك السكر مع داك البيض صافي، وكتوقفوا. يعني ما غاديش نقول لكم ضربوا حتى يديكم يوجعوكم، صافي غير يشوفوا هذاك اندمج مع بعضياتهم. وهنايا غادي نضيف كاس مع مرش ديال الزيت نباتيه. الزيت غير ناقصه واحد شويه. صافي غادي نحط لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف كما العاده. وغادي نخلطوا هاد الزيت حتى هي تدخل لي مع داك البيض والسكر مزيان مزيان. ضروري خصنا نخدموا هاد الزيت مزيان باش تدخلنا مع الخليط. هنا عندي ياغورت طبيعي كما شفتوا، انا خويته في هاد الزلافه حيت عندي ديال 250 غرام، عبرت 110 غرام ديال الياغورت طبيعي. وهنايا ضفت داك الكاس ديال الحليب اللي درنا معاه الليم، شفتو كيولي بحال الرايب، كيعطي واحد بحال كيختر لنا هذا الخليط هذا. هنايا درت الكاس الاول ديال الدقيق، غادي نضيف الكاس الثاني، وغادي نضيف نص كاس يعني جوج كيسان ونص. هنايا عندي جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلويات ديال 15 غرام، مجموع ديالها 15 غرام. صافي وغادي نديرو ان شاء الله الكاكاو. هنايا عندي نص كاس ديال الكاكاو. هنا الا ما بغيتوش ديروا الكاكاو ديروا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، يعني في عوض ما ديروا الكاكاو عوضوها بالدقيق. صافي شوفوا نتوما على حساب الكليان شنو يبغي. كاين اللي بغي يعني الكاب كيك بويض، كاين اللي كيبغي الكاب كيك بالشوكولا، وروحوا لهم على حسب الذوق ديالهم هما. صافي غادي نخلطوا هاد المكونات هذه مزيان مزيان. وانايا هنا راني دوبت واحد 50 غرام ديال الزبده، دوبتها وغادي نضيفها في الاخر. يعني هنا خلطوا مزيان مزيان حتى يندمج داك الدقيق مع كما شفتوا هنا راه شويه ثقيل. غادي نزيد له ديك الزبده وغادي يخفف واحد شويه. 50 غرام ديال الزبده، بغيتو تضيفوها ما بغيتوش تضيفوها ما تضيفوهاش، غير هي راه كتعطي قوام زوين لهاد لي كاب كيك هادو. المهم انا شاركت معكم لي كاب كيك اللي كنخدم بهم، شاركتهم معكم. هنايا صافي كما شفتوا حتى كيتكتب داك الرقم. هنايا زدت واحد الحبيبات ديال الشوكولا، بغيتو تزيدوها زيدوها، ما بغيتوش تزيدوها كما قلت لكم ما تزيدوهاش. على حسب الذوق ديال الكليانه ديالكم. الا كانت باغيه يعني فيها هاد شوكولا تقدروا غير الا عندكم هكا واحد الشوكولا قطعوها مرصويات وصافي. هنا ضروري الخليط ندخلو للثلاجه نص ساعه، كما شفتوا كيتقال ملي كندخلو للثلاجه. وغادي نعمرو في هادو لي مول ديال السيليكون. البنات انا شريتهم من كاديزي، عجبوني. ماشي مرخوفين يعني قاصحين، تقدري تهزيهم منه ومنه، فيهم واحد الحدايد في الجناب، يعني تقدري تهزيهم ما تخافيش منهم. ماشي بحال هادوك اللي ضروري ملي تبغي تعمريهم حتى تحطيهم في واحد الصنيعه عاد كتعمري الكيك. هذا لا، هذا تقدري تهزيهم انت وتدخليهم للفران. كما شفتوا كنعمرهم مزيان، نخلي غير واحد شويه فين ينتفخوا وصافي. صافي دابا نمشي على الفران على 180 درجه من الفوق والتحت، كنخليهم يطيبوا. بالنسبه لهنايا انايا من طابو دوبت الشوكولا بيضه وشوكولا نواغ،
وخويتهم في المول، عاد درت فوقهم داك الكاب كيك من بعد ما برد. بالنسبه لهاد لي كاب كيك اللي فيهم شوكولا من الفوق كيتباعوا ب2 اورو ونص، الا كانوا عاديين 2 اورو صافي. وكديروهم الكليانه على حسب الذوق ديالكم. هنايا عندي هاد دي بواط هادو كندير فيهم مثلا الكميه اللي بغات، مثلا بغات 4 بغات 5 على حسب كل كليانه شنو تبغي. كاينه اللي كتبغي غير حبه حبه حبه، المهم نتوما و... والكليان شنو كيبغي صافي. غادي نعمرهم في هاد البواطات هادي وتجي تديهم الكليانه بالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه هادي، راه كتجي خطيره لا في المذاق ولا في المنظر كما شفتوا. كاين الكليانات اللي كيبغيو ديك الشوكولا من الفوق، كاين اللي كيبغيوهم سامبل، روحوا لهم نتوما على حسب الذوق ديالهم. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد لي كاب كيك وتعتمدوهم في المشروع ديالكم وتوكلوا على الله. وان شاء الله الى عجبكم بحال هاد الفيديوهات ديال المشاريع الصغرى نحاول انني نشاركهم معكم. وشكرا على المتابعة، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.